السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين والمتابعين، حبيت أعرض لكم اليوم تجربتي في عمل فقاسة صغيرة من الفلين، وبإمكانيات بسيطة يعني وموجودة بالبيت بدون المتحكم. وحبيت أسويها يعني من أمور عندي بالبيت. فهاي الفلينة كانت موجودة بالبيت، وهذني الأمور كلهن كانت موجودة. فقط اشتريت هذا مال الرطوبة، كان موجود بأحد المحلات، سعره مناسب، مال بالا وألماني. فنبدي بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا سويت الفقاسة وحبيت هاي اليوم تقريبا اليوم 13 اليوم 13. هاي بعض الأمور اللي سجلتها من خلال اليوتيوب، وبعض الأصدقاء، بعض الفيديوهات باليوتيوب. هذا اليوم 13 أبدي أقلب 3 مرات باليوم، ولو أنه شفت بعض الفيديوهات يقول عدم التقليب بالنسبة للسمان، ولكن أنا خليت يعني بين 3 مرات باليوم أقلب، يعني مثلا الصبح والعصر وبالليل قبل ما أنام. وخليت هذا المقياس. هذا المقياس طلع عندي تقريبا بفرق درجة ونص أو درجة وثمانية بالعشرة. فاعتمدت على المحرار اللي هذا مال الأطفال أو مال الصيدلية مال البشر. عايرت الفقاسة يعني عليه، يعني اعتمد. فطلع بيها يشوف 36 يقرأ واحد، وهذا يقرأ 37 وتسعة، تنزل 8 7 37 و8 و7. وعندي هذا الآخر اللي هو كان عندي موجود همينة مال بالا، اعتمد على هاي الاوت، اذا واضح 37 وواحد، طبعا يوصل و5 وهيجي، ما ينزل اكثر من هذا. والمتحسس ماله هذاك موجود هناك، اذا تشوفوا بالواير حاطه. سويت هاي امكانيات يعني بسيطة، سويت هيك يعني هاي الفقاسة مثل ما تشوفون هيك يعني. والقلاب مالها هذا شو سويته يدوي، اقلبها، هذا التقليب. ويعني هي تجربة، هذا خلي القياس مالته بدون ان افتح الفقاسة. طبعا انا حاولت ان اسوي بمال سخان، ان شاء الله بالايام الجاية ورا ما اطلع الافراخ وتنتهي الدورة مال التفقيس، اشرح لكم، افتحها الفقاسة واشرح لكم التفاصيل شلون سويتها وبدايتها. وهذا حفرت لهنا وسويت اول مرة، لكنه ما اعتمدت عليه بصورة كاملة. وسويت هاي الفتحات مال التهوية هذني فوق، اضافة الى هاي فتحات تشوفوها هناك جوا الهاي، وهاي بيها فتحة طبعا افرها هيك باتجاه هذا او باتجاه الاخر، يعني حسب الهواء اللي يريده. واضافة الى هاي الفتحات تشوفوها 3 فتحات مقابيل المروحة. وعندي هذه طبعا الطريقة اللي هي شاحنة موجودة عندي بالبيت، ولحد الآن تشوفون الأمور شلون بعدها ما مرتبة، هي لأنه تجربة. فإذا نجحت وصارت ممكن أن أعتمدها كفقاسة واعتمدها، يعني أرتبها، أحط لها بوكس هنا وكذا، لكن هي تحت التجربة. حتى حاولت أحط متحكم في سرعة المروحة، لكن يعني خليته هيك. شفت أحسن شيء أنه سرعة المروحة هيك. وأشوفكم هاي بالداخل
اللي هذا هو الثرموستات مال المروحة، مال صوبة زيتية، وهاي الجلوب 100 واط. وخليت هذا السد، هذا السد على مود هاي، على مود الحرارة، ومدى تبين هسه هاي درجة الحرارة. وهذا الرطوبة تقريبا من 55 إلى 60. طبعا أثناء انطفاء التيار الكهربائي يطول ساعتين 3 عندنا انطفاء، فأوطأ شيء درجة الرطوبة تصير 45 والحرارة تصير 26. فكنت مرات أغطيها ومنتج الكهرباء هذا، فيعني إن شاء الله خير وتنجح التجربة. وهي كلها تجارب يعني، وانقل لكم ايش راح يصير ويانا. طبعا اليوم 13، اليوم 13 ان شاء الله. مثل ما تشوفون هذا المي بيفلينا وكذا، وهذني شغلات. هاي المروحة، مروحة تشتغل على 12 فولت. وهي تجارب يعني. هاي المروحة موجودة عندي أنا، حاولت أن أستخدمها. وهذا الهولدر همينه موجود بالبيت، وإن شاء الله نطور من الفقاسة يعني، ونشوف شنو اللي ينجح. وطبعا هاي أتحكم بالغلق والسد مال التهوية. هاي عندي قطع مال كلينس أخليها وأتحكم. هاي سويت هذني، هاي الجامة خليتها. طبعا هاي موجودة باليوتيوب يعني، هواي ناس، ما أقول أني سويتها أو كذا، لكن استفادت من تجارب الآخرين، لكن مع بعض التعديلات من الموجود اللي عندي بالبيت. سنوافيكم بكل جديد إن شاء الله. وهذا هو بيض السمان. طبعا البيض يوم 25 ويوم 26 يوم 27 يوم 28 يوم 1 بالشهر ويوم 2. مثل ما تشوفون هاي التاريخ مكتوب عليه، يوم 25 هم، هاي يوم 25 إذا واضح، وهاي 27. وكله طبعا الجنين موجود، تم فحص البيض كله موجود يعني بشرايين، اللي 1/3 بشرايين، و26 و25 تقريبا بأجنة. وإن شاء الله يعني تنجح التجربة، ونوافيكم مثل ما قلنا لكم بنتائج التجربة في فيديو آخر، وفيديو أيضا شرح تفصيلي عن الفقاسة وشلون سويناها يعني. والحمد لله والشكر. وهاي طبعا سويت هنا حاضنة لاستقبال الأفراخ، يعني شو اسمه باكيت، وخلينا بيه نشارة الخشب. هاي نشارة الخشب وقلوب. حاليا تحت التجربة يعني، أريد أشوف درجة الحرارة المناسبة ايش قد يوصل لها. راح احتمال أغير المصباح. وطبعا خليت 17 بيضة، أرجو أن ما نسيت شيء. طبعا هذا سويته على مود نستقبل به الأفراخ. هذا هيك الباكيت خليت به هاي القطعة من قطعة قماش، راح أخليه هنا بالداخل يعني. راح باليوم 15 أو 17 أو عنده أبطل ما أقلب البيض، راح أخليه هذا بالداخل. سويت له هاي الشبكة حتى الهواء مال المروحة هنا يجي ويضرب الحرارة، وأخلي البيض هنا ويفقس إن شاء الله. وسنوافيكم بنجاح التجربة. لا تنسونا من الدعاء وتفعيل الجرس والاشتراك واللايك إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.